مرحبا سي منير بعتور، رئيس الحزب الليبرالي التونسي. المرة اللي فاتت أشرت إلى الاستقطاب الثنائي بين النهضة والنداء، والمرة هذه أشرت أيضا إلى الاستقطاب الثنائي بين النهضة والنداء. نسألك سؤال، الحزب الليبرالي التونسي ممكن يشق المشهد هذايا ويكون خيار ثالث؟ هذا التوجه وهذا المأمول وهذا ما نناضل من أجله، يعني هذا هو الهدف، أنه الليبراليين الحقيقيين يلتفوا حول الحزب الليبرالي التونسي باش يقوى ويمثل الخيار الثالث. حسب رأيك أي القطاعات باش تكون موجودة في الحزب الليبرالي التونسي، خاصة أن لاحظنا معناها مطالب النخبة ومطالب المجتمع المدني ممثلة في البيان وممثلة في خطاباتكم وفي مداخلاتكم الإعلامية. إلى حد ما كنتش باش تكونوا مجتمع ثاني موازي، مجتمع مدني ثاني موازي للمجتمع المدني؟ احنا عندنا امتداد في المجتمع المدني وافكارنا مستمده من افكار المجتمع المدني، والحزب الليبرالي التونسي توجه لكل شرائح وكل قطاعات الشعب التونسي. عن اليهود التوانسة موجودين، خاصة نعرفوا اللي أصولك من جربة، فما يهود توانسة مهتمين بالتجربة الديمقراطية الجديدة اللي تهم حزبكم؟ اليهود التوانسة موجودين وعندنا معناتها اتصالات معهم، لكن على مستوى العمل السياسي يعني تنجم تقول هناك شويه خجل من العمل السياسي، وما همش معناتها مش من السهل انك تستقطب يهود في الحزب، لكن الحزب مفتوح لجميع التوانسه مهما كانت دياناتهم. محضرين رواحكم لموجة التشويهات والتخوينات القادمة إن شاء الله؟ حاضرين رواحنا واحنا مستعدين للخوض الحرب الإعلامية ومستعدين للانتقادات الكل. شكرا.